اهلا وسهلا بكم يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ مساء الخير عليكم جميعا. النهارده ان شاء الله يا حبايبي معاكم ياسمين علي من قناه حكايات الياسمين. الاول النهارده يا حبايبي هنعمل غرزه النجمه. طبعا غرزه النجمه دي انا بحبها جدا، هي من ضمن الغرز الشتويه. ممكن يتعمل بيها كوفيه، ممكن يتعمل بيها ايس كاب، ممكن يتعمل بيها بلورو، ممكن يتعمل بيها مثلا شال او شنطه، وانا بالفعل عامله بيها شنطه. هوريها لكم ان شاء الله ايه اخر الفيديو، بس انا مش مخلصاها يعني، لسه ما قفلتهاش. بنعمل ايه بقى يا بنات؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده الاول. بنعمل اي عدد فردي من الغرز، يعني مثلا 7 9 11 13، وكمان بيبقى على حسب يعني مقاس الحاجة او حجم الحاجة اللي انتوا عايزين تعملوها. طبعا انا عاملة يعني عينة او جزء صغير علشان خاطر اوريلكم بس الغرزة. طبعا الغرزة بتتعمل على صفين زي ما هنشوف كده مع بعض دلوقتي. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دول كده 9 غرز يا بنات. احنا هنعمل ايه بقى علشان نبدأ؟ هنعمل 3 غرز سلسلة، تمام. طبعا احنا ملناش دعوه باول غرزه دي، هنبتدي ندخل في تاني غرزه سلسله وناخد لفه على الابره ونطلع بيها. يبقى كده احنا معانا اول لفه، وندخل في تاني غرزه السلسله اللي جنبها على طول ونطلع بلفه تانية، وندخل في تالت غرزه سلسله ونطلع برضو بلفه تالتة، واللي بعدها مفروض يبقوا كام لفه؟ 5 لفات، تمام. وندخل ناخد لفة على الابرة ونطلع منهم كلهم. بعد كده نعمل غرزة سلسلة عادية خالص. كده اتكون معانا اول جزء او النص الاول من غرزة النجمة. هنكمل بقى باقي الصف عشان توضح معانا. طب هنعمل بقى يا بنات النجمة التانية ازاي؟ هنبص نلاقي في فراغ هنا اللي هو بتاع الدايرة اللي احنا قفلنا قفلنا عليه الدايرة ده. هندخل منه ونلف الخيط على الابرة ونطلع باول لفة. بعد كده هنبص نلاقي اخر لفة احنا لفيناها على الابرة اللي هي دي. هنبتدي ندخل فيها وناخد لفة تانية. كده بقى عندنا لفتين. طبعا احنا ملناش دعوة باللفة الاساسية اللي على الابرة دي، ما بنعدهاش، تمام. كده معانا لفتين، وبعد كده ندخل في اخر غرزة سلسلة احنا دخلنا فيها اصلا وناخد لفة. كده معانا 3 لفات. بعد كده نكمل عادي من غرز السلسلة اللي احنا عاملينها اصلا في الصف الاساسي. بعد كده هندخل في غرزة السلسلة اللي هي اللي في الصف، وناخد لفة من الخيط على الابرة ونطلع بيها. كده يا بنات بقى معانا 4 لفات. هندخل في كمان غرزة السلسلة ونلف الخيط على الابرة ونطلع باخر لفة. كده يا بنات بقى معانا 5 لفات على الابرة. هنلف الخيط على الابرة ونطلع منهم كلهم كده مرة واحدة ونعمل غرزة سلسلة. كده تكون معانا يا حبايبي تاني جزء او تاني نص من تاني غرزة نجمة. هنعملها تاني مع بعض عشان تكون واضحة. هنبتدي ندخل في الفراغ اللي احنا لسه قافلينه وناخد لفة على الابرة ونطلع كده. بعد كده ندخل في اخر لفة احنا واخدينها وناخد لفة كده ونطلع. بعد كده ندخل في غرزة السلسلة اللي هي دايما هتلاقيها يعني واضحة قوي كده، اللي هي اخر غرزة السلسلة دخلنا فيها واخدنا لفة وناخد لفة. كده بقى معانا 3 لفات. طب نعمل ايه بقى علشان ناخد بقية ال5 لفات؟ هندخل في غرزة السلسلة عادي خالص وناخد لفة ادي كده في غرزة، وادي كده الغرزة التانية. كده بقى عندنا 5 لفات على الابرة. هنلف الخيط على الابرة ونطلع منهم كلهم مرة واحدة ونعمل نقفل عليهم بغرزة السلسلة كده. هنعملها اخر مرة مع بعض. هنبتدي ندخل في الفراغ بتاع الدايرة ناخد لفة. بعد كده في الضلع بتاع اخر لفة ناخد لفة. بعد كده في الغرزة بتاعت السلسلة ذات نفسها اللي هي اخر غرزة دخلنا فيها. وبعد كده اصلا الصف عندنا فاضل فيه فاضل فيه غرزتين. هندخل ادي واحدة، ادي اخر غرزة معانا،
طبعا ده شعر القط وعادي جدا بنلاقي في حاجات كتير قوي. بعد كده ناخد لفة ونبتدي نطلع ايه منهم كلهم، ونلف الخيط على الابرة، نعمل غرزة سلسلة كده يا بنات. احنا عملنا اول جزء من غرزة النجمة. طبعا عشان نكملها هنعمل الصف اللي بعده. طب هنعمل الصف اللي بعده ازاي يا بنات؟ هنبتدي ناخد غرزة سلسلة عادية خالص ونلف الشغل كده. هنعمل ايه بقى ولا هنلاقي ايه؟ طبعا احنا هنلاقي الفراغات بتاعت، هناخد غرزة سلسلة كده يا بنات، بعد كده هنلاقي عندنا في ايه الفراغات بتاعت الدوائر اللي احنا كنا بنقفلها. هنعمل ايه بقى؟ نبتدي ندخل في اول فراغ لاول دايرة، نعمل غرزة حشو عادية خالص وجنبها ايه كمان غرزة حشو. يعني في كل فراغ بتاع الدايرة قفلناها هنعمل غرزتين حشو كده بالظبط. ادي غرزة، ده كده الفراغ التاني، وادي غرزة. طبعا ما ننساش يا بنات ان احنا بدأنا اصلا بايه ب9 غرز، فالمفروض ان هما برضو يكملوا 9 غرز. هنشوف مع بعض ازاي هيكملوا 9 غرز، في حين ان احنا عملنا 4 نجمات، وكل نجمة بندخل نعمل ايه غرزتين بس ايه حشو. ادي كده 2 4 6، هنعمل اخر غرزتين حشو كده. احنا عملنا 8. طب اصلا العدد اللي انا بادئه بيه 9، فهل ينفع ان احنا نسيب المنظر كده؟ لا، بنعمل ايه بقى؟ بندخل في اخر جزء من النجمة اللي في الاخر دي، ونعمل غرزة حشو عادية خالص علشان نقفل الايه، نقفل الصف ونقفل عدد الغرز. وبكده احنا ايه عملنا يا بنات غرزة الايه غرزة النجمة. انا هعمل الصف اللي بعده بلون تاني علشان برضو تكون ايه واضحة بالنسبة لكم. هنبتدي نسيب الخيط الاخضر ده خالص، تمام، وندخل وليكن مثلا الخيط الاوف وايت ده. طبعا زي ما اتعلمنا حبايبي، لما بنيجي نغير اللون بنسحب ايه، ما بنكملش الغرزة، احنا الغرزة كمالتها بنسحب من الايه اللون الجديد، تمام اهو. هنعمل ايه بقى عشان نبتدي الصف التاني؟ طبعا احنا اول لما بدأنا خالص في الاول عملنا 3 غرز، برضو هنعمل 3 غرز سلسلة. ادي كده 1 2 3، ونلف الشغل عشان نعمل الايه الصف التاني بتاع غرزة النجمة. هنعمل زي ما عملنا الصف الاولاني، هنبتدي نتجاهل اول غرزة سلسلة وندخل في تاني غرزة سلسلة ونلف لفة على الابرة ونطلع. دي كده معانا اول لف، وندخل في غرزة السلسلة التانية برضو وندخل ونطلع بلفة تانية. طيب هل بقى هنبتدي ندخل في الغرز ذات نفسها؟ لا، هندخل في الضلع الامامي بتاع الايه بتاع الغرز. هندخل في الضلع الامامي بتاع، قصدي الضلع الخلفي يا ربي، بتاع غرزة الايه غرزة الحشو، ونبتدي ناخد لفة وندخل في اللي بعدها ناخد لفة. كده بقى معانا كام؟ 1 2 3 4. هندخل في كمان واحدة عشان يكملوا ال5، ونبتدي نلف الخيط على الابرة ونطلع منهم كلهم كده مرة واحدة، ونقفل عليهم بايه بغرزة سلسلة كده. ده الجزء الاول من غرزة الايه النجمة. هنعملها مع بعض تاني. نبتدي ندخل في الفراغ ده ونلف لفة على الابرة ونطلع. بعد كده ندخل هنا في الضلع ده بتاع اخر لفة اخدناها، ونلف لفة على الابرة ونطلع ناخد لفة. بعدين هندخل في الغرزة اللي احنا اصلا اخر واحدة دخلنا فيها وناخد لفة. كده بقى معانا 3 لفات. نعمل ايه عشان يبقى معانا ال5؟ هنبتدي ندخل في الضلع الايه الخلفي بتاع غرزة الحشو. ادي كده 1 دي كده 2 عشان يبقى معانا 5 لفات على الابرة، ونلف الخيط على الابرة ونطلع منهم كله، ونلف لفة على الابرة ونعمل ايه غرزة السلسلة نقفل عليهم. اهي يا بنات ابتدت توضح معانا. هنعملها تاني. هندخل في الفراغ ده ناخد لفة، بعدين ندخل في الايه في اللفة دي الاخيرة وناخد لفة اهي ناخد لفة. بعد كده ندخل في الغرزة بتاعة الايه الحشو ذات نفسها ناخد منها لفة. فضل لنا كده ايه لفتين. هنبتدي ندخل في الضلع الخلفي بتاع غرزة الحشو وناخد لفة. بعد كده ندخل
في الضلع الخلفي برضو بتاع غرزة الحشو ناخد لفة، بعد كده ناخد لفة ونطلع منهم كلهم ونعمل ايه غرزة سلسلة نقفل عليهم كده. دي هتعتبر اخر نجمة هنعملها مع بعض اهي. وندخل هنا كمان، ندخل هنا، وفي اخر غرزة بقى خالص يبقى كده عشان ايه يكون معانا 5 لفات. نلف الخيط على الابره ونطلع منهم ايه كلهم وناخد لفه ونعمل غرزه ايه سلسله نقفل عليهم. عشان نعمل الصف اللي بعده، مش الصف بقى، عشان نكمل بقيه الغرزه نعمل ايه، هناخد غرزه سلسله ونلف الايه الشغل كده. هيقابلنا طبعا اخر دايره احنا قفلناها، هنبتدي نعمل فيها غرزتين حشو بالشكل ده كده. طبعا هي بقى غرزة النجمة كده الصف نص النجمة والصف التاني عشان تكمل النجمة بنعمل غرزتين حشو فين، في وسط الدايرة اللي احنا قفلناها، في وسط كل دايرة قفلناها بنعمل غرزتين حشو عشان تكمل الايه النجمة، عشان يكمل شكل النجمة معانا. ما بنخشش في اي مكان يا بنات، لان لو لاحظنا هنلاقي هنا غرزة وهنا غرزة، فالمفروض ان احنا نركز نشوف كويس قوي احنا بنعمل غرزة الحشو فين. ادي واحدة وادي التانية تمام. هنا ده دي اخر دايرة معانا هنعمل فيها غرزتين حشو. طبعا كده بقوا 2 4 6 8. طبعا ما ننساش يا بنات انه لازم ايه نعمل غرزة حشو في اخر غرزة اللي هي الغرزة الفردية دي علشان تظبط الجناب معانا والشكل يكون ايه مظبوط كده يا بنات. نبقى عملنا غرزة النجمة. طبعا احنا الكلام ده كله بيتنضف في الاخر، بس انا عايزة اوضحها لكم. انا عملتها باللونين دول علشان خاطر تبقى ايه واضحة. ادي كده نجمة وادي كده نجمة. انا كده عملت صفين. هوريكم بقى الشنطة اللي انا عملتها اصلا هي دي يا حبايبي. طبعا هي غرزة النجمة باينة صفوف كده متقسمة صفوف، بس طبعا عشان اللون اسود فمش هيبان قوي التفاصيل بتاعة الغرزة ذات نفسها. طبعا الشنطة دي انا لسه ما كملتهاش، ان شاء الله اكملها واوريها لكم. فيا رب يكون شرحي للغرزة يكون سهل وبسيط ويكون عجبكم. ولو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها لي في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه على خير. ما تنسوش طبعا يا بنات تعملوا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناه علشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم ياسمين علي من قناه حكايات الياسمين.